أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من حلقات بودكاست فلوس الناس. هنتكلم عن الاقتصاد بشكل مختلف، هنحاول نوسط ونبسط كل حاجة عن الاقتصاد بأسلوب مختلف، بأسلوب يقرب للناس. هنتكلم عن الاقتصاد بلغة الناس. أول حلقة من حلقات بودكاست فلوس الناس هنتكلم فيها عن حاجة مهمة في حياتنا، هنتكلم فيها عن حاجة تخص كل مواطن، هنتكلم عن حاجة بنسمعها كتير بس مش فاهمينها بشكل كبير جدا، هنتكلم عن قضية مهمة لينا جدا. كل ده في أول حلقة من حلقات بودكاست فلوس الناس. في البداية هرحب بضيفي العزيز الدكتور فتحي، أستاذ الاقتصاد في كلية تجارة جامعة بنها، والباحث المتميز يعني ليه أوراق بحثية كبيرة جدا ومختلفة جدا ومتميزة جدا في المجال الاقتصادي، والرؤى والتطور اللي بيطرحه والآراء المختلفة اللي بيطرحها في أبحاثه. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد وبالسادة المشاهدين. سعدت جدا باستضافتي مع حضرتك في برنامجكم المتميز وفي الحلقة الأولى فيه. شكرا جزيلا لحضرتك. أهلا وسهلا بيك وشرف لينا. وفي البداية كده هناخد حضرتك كده على مشمك كده زي ما بيقولوا وهنتكلم عن أول حاجة، عن حاجة بنسمعها بشكل كبير جدا، هو الدين العام. بنسمع كلمة الدين العام بس الناس مش فاهمة يعني إيه الدين العام. يا ريت حضرتك تبسط لنا الدين العام وأنواعه. تمام. طبعا أنا بشكر حضرتك على اختيارك الموضوع، فهو موضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية لأنه فعلا بيشغل كل المواطنين، بيشغل صانع القرار، بيخليهم من ضمن الحاجات اللي بتكون يعني تقرب كل الناس. وطبعا كما قيل يعني قديما الدين هم بالليل وذل بالنهار، فبيبقى مطلوب ان احنا نعرف يعني ايه دين وانواع الدين والاثار الاقتصاديه للدين، بحيث ان احنا نكون عندنا ثقافه اقتصاديه نقدر من خلالها نحمي نفسنا من فكره الديون، ونامن نفسنا من الاثار السلبيه لاي قضيه او اي مشكله اقتصاديه ممكن تقابلنا. فموضوع الدين باختصار خالص هو أي التزام على وعام، يعني التزام على الدولة، التزام على الدولة أو مؤسسات الدولة اللي موجودة، سواء كانت شركات، سواء كانت حكومة عامة، سواء كانت هيئات اقتصادية. ده كده باختصار خالص. وأنواع الدين في حسب الدائنين، ممكن يكون دين محلي اللي بيدين الدولة أو اللي بيبقى يعني عليه بيسلف الدولة أو بره بيسلف الدولة، بيكون مواطن أو جهة داخل الدولة، زي القطاع المصرفي في مصر. زي القطاع المصرفي أو زي غيره من زي هيئات التأمين أو زي الصناديق السيادية لو متاح الكلام دوت في دول مختلفة. في النوع الثاني من الدين وهو الدين الخارجي. الدين الخارجي وبيكون التزام على الدولة أو الجهات اللي هي الجهات السيادية، الجهات في المانحة. الدولة، زي الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية وغيرها من الهيئات القطاع العام. ودي بيكون على أجانب، سواء كانوا داخل مصر أو خارج مصر. ده كده باختصاره، وده على حسب الجهات. ممكن يكون على حسب الأجال بتاعته، ممكن يكون بنسميه دين قصير الأجل خلال فترة زمنية قصيرة، أو دين طويل الأجل لفترة زمنية بتكون طويلة. يعني ممكن نبسط الكلام للمستمع، اللي هي عبارة عن زي صاحب البيت أو رب أسرة راتبه دخل الشهري بتاعه 5000 جنيه والتزاماته 7000 جنيه، بيضطر يستلف ال 2000 جنيه. بس بيستلف بقى من كام؟ من بنك، إن كان بيستلف من حد زميله، إن كان بيستلف من جاره، أي كان بيستلف من قريبه. هو ده اللي احنا بنقول عليها فكرة اللي انت بيبقى حجم الإيرادات بتاعتك أقل من حجم الانفاقات، او بمعنى صح انت محتاج تصرف حوالي 10000 جنيه بس انت معاك 5000 جنيه بتضطر تستلف فلوس. ده بالنسبه للمواطن العادي عشان يعرف الفرق يعني ايه الدين. يعني انا بستلف بمعنى اصح، بس هنا استلاف زي ما الدكتور بيقول في حاجه اسمها استلاف اللي انا بستلف من جهات خارجيه، وفي بستلف من جهات داخليه في مصر. ده طيب، هل الدوله يعني لازم نستلف؟ زي ده سؤال بيرهق الناس او ايه لازمه اللي انا استلف؟ ايه هل مهم الدوله تستلف؟ وهل لازم؟
تمام، باشكر حضرتك طبعًا على السؤال، هو فعلًا سؤال مهم جدًا وبيطرح نَفْسه وخاصةً للمصريين. في البداية خالص بنيجي نسأل إحنا ليه بنقترض وبنستلف الفلوس دي كلّها؟ ليه إحنا ما كناش زمان بنستلف، طَب ليه إحنا دلوقتي بنستلف وبنستلف بالكميات الكبيرة دي؟ طبعًا علشان نأسِّس للنقطة دي يبقى محتاجين نعرف كام نقطة مهمة أوي. أول حاجة إحنا بنستلف ليه؟ عشان طبيعة الاقتصاد المصري ليه خصائص معيّنة. طيب هل الخصائص دي هي بالنسبة لنا تؤدّينا إلى الحل الأمثل اقتصاديًا أو طبقًا للنظريات والدراسات الاقتصادية بتقول أفضل حل إن إحنا نستلف أو نقترض والّا الأفضل إن إحنا على قد لحافك مِد رجليك؟ طبعًا نرجع للسؤال الأولاني وهو إحنا بنستلف ليه في مصر؟ بنستلف في مصر ليه؟ لإن إحنا عندنا مشكلة اقتصادية كبيرة وهي تتمثّل في انخفاض الادخار الإيرادات المحلي. أو الادخار. وانخفاض الادخار المحلي ده بيترتب عليه إن أنا علشان أحقق معدل نمو اقتصادي كبير يبقى لازم أحقق معدل استثمار أو أقدر أستهدف معدل استثمار كبير، وعشان أستهدف معدل استثمار كبير يبقى لازم يكون عندي مدخرات تمول الاستثمارات دي. تمام. طيب لو جينا نشوف في آخر 10 سنين أو آخر 15 سنة معدل الادخار الإجمالي في مصر لا يتجاوز ال10% في معد- أقصى تقديراته. يعني إحنا معدل بنتكلم على قليل جدا. معدل قليل جدًا، إحنا بنتكلم على الادخار العائلي إجمالي مدخرات قطاع الأفراد الموجودين كل العائلات على مستوى الجمهورية هتلاقي الادخار بتاعهم لا يتجاوز ال6%. ثقافة الادخار في مصر في اللي هي تتوجه للبنوك بمعنى أصح مش موجودة. يعني إحنا عندنا ثقافة اللي إحنا نحط فلوسنا في عقار، نحط فلوسنا في ذهب، نجمد فلوسنا حتى في البيوت. ما عندناش فكرة ثقافة اللي لازم الفلوس تتحط في البنوك. وأعتقد التحول الرقمي أو التحول الرقمي هيساهم بشكل كبير جدا في فكرة نقل الأموال، وتحول فكرة الفلوس تتنقل عن طريق الأبلكيشن والحاجات دي. هتوفر فكرة هتخلي الناس إلزامهم في يحطوا الفلوس في البنوك. طيب هو خلّينا بس نفرّق بين حاجة مهمة، فكرة قدرتي على الادخار، يعني أنا بادخر والّا ما بادخرش دي نقطة. النقطة التانية أنا باتصرّف في مدخراتي إزاي؟ أنا خلاص عندي قدرة على الادخار وبالتالي هادخر جزء وليكن 20% من دخلي، 10% من دخلي. طيب فكرة زي ما حضرتك بتذك ب بت بت ب ذكرت ثقافة الادخار، أنا ال20% من دخلي دوّة أو دول بتوجّههم ليه؟ هل أنا هاحطّهم في عقار زي ما حضرتك ذكرت وبالتالي ليها يعني مزايا وتحديات سواء كانت على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة، ومش دايمًا اللي بيكون يعني لصالح الدولة أو في مصلحة الدولة دايمًا بيكون في مصلحة الأفراد. يعني على سبيل المثال أنا من الأفضل إن أنا أحُط فلوسي في القطاع المصرفي ده للدولة كويس جدًا، لإن هتزوّد السيولة، هتقدر ما تخلّيش تداول خارج القطاع المصرفي كبير، وبتقدر تزوّد ربحية البنوك وغيرها من المزايا. على الجانب الآخر أنا شخصيًا إذا كان معدلات الفايدة مش مرتفعة مش هاحط فلوسي في مش البنك. هاحط فلوسي وبالتالي حتى لو كان هو مفيد للدولة ممكن يكون مضر ليّا. عشان كده الساسة أو صانعي القرار في مصر بيستهدفوا إن يكون عندنا سعر فايدة حقيقي موجب. ده مضبوط. طيب إحنا كده عاوزين نتكلم بقى، هل حجم الدين العام في مصر يخوّف؟ هل خطر؟ هل إحنا وصلنا لمراحل الخطر؟ في معدلات الدين في العالم، أمريكا مع أعلى معدلات الدين في العالم، اليابان، في كذا دول في العالم معديين 200% و197% من حجم الناتج القومي بتاعهم. بس هل إحنا في مرحلة خطر والّا إحنا في مرحلة بسيطة ممكن نعدّيها؟ ده سؤالي لحضرتك. شكرًا جزيلًا على سؤال حضرتك، بس خلّينا يعني نستكمل السؤال اللي فات. إحنا بندّخر علشان معدلات الادّخار عندنا منخفضة، وبالتالي عايزين نزوّد المدّخرات دي، وبالتالي إحنا ما قدّامناش حل طالما بنستهدف إن إحنا نزوّد. آآ إحنا كدولة طموحة وعايزين نحقق معدلات نمو عالية وعايزين نزوّد رفاهية الأفراد ونحافظ على متوسط دخل الفرد. يعني بيزيد متوسط دخل الفرد بيزيد ما بينخفضش، لإن إذا ما كانش
الزياده فيه اكبر من معدل الزياده او الزياده في التضخم اللي موجود عندنا، معدل التضخم الموجود، يبقى في الحاله ديت رفاهيه الافراد بتقل. بتنخفض. طيب يبقى احنا كده بنقترض علشان السبب ده ان احنا عايزين معدلات استثمار عاليه، وبالتالي معدلات نمو الناتج ومعدلات نمو نصيب الفرد من الناتج ده بيكون مرتفع. سؤال حضرتك، هل احنا في مصر وصلنا لمرحله خطر، او ليه في التوقيت الحالي دايما يعني كتير من الاقتصاديين وكتير من الخبراء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي او المؤسسات الدوليه بيقول احنا لازم نعمل كنترول على حجم الديون في مصر؟ ليه؟ لاسباب كتير. السبب الرئيسي فيها ان احنا ممكن نتحول من فيما يسمى بايه، ان احنا عندنا دلوقتي عبء الدين دلوقتي اللي هو الاقساط والفوائد المدفوعه وصلت لمرحله قد يكون ان الاقتصاد المصري ما عادش قادر على تحملها. ازاي؟ يعني احنا دلوقتي لو نيجي نشوف الدين بالارقام المطلقه هنلاقي ان حجم الدين الخارجي على سبيل المثال وصل، هنقول في 2004 كنا بنتكلم في حوالي 29.9 مليار دولار. في 2023 كان وصل كام؟ وصل حوالي 164.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 450%. فخلال 20 سنة تقريبا ارتفع معدل حجم الدين بشكل رهيب جدا، ووصل نسبته من حجم الناتج القومي اعتقد وصل ل 100% او 89%. ده لو بنتكلم على الحجم الاجمالي للدين سواء كان داخلي او خارجي، هو كان تجاوز ال 100%. يعني نشيل دخل مصر كله ونحط في الدين مش هيكفي. فطبعا حاجه فعلا رهيب. ازمه رقم رهيب وخطر كبير جدا. دي النقطه الاولى. النقطه الاولى في تطور حجم الدين نفسه كرقم مطلق، ده الخارجي. الداخلي وصل تقريبا الى حوالي في اخر الارقام تقريبا لو هنجيب الديون الاجماليه للموازنه العامه او الموازنه الموحده حوالي 6 تريليون. ف6 تريليون رقم 6000 مليار. وده يرهق القطاع المصرفي بشكل كبير جدا. يعني معظم الدائنين ليه هو ان احنا الحكومه بتستدين من القطاع المصرفي او البنوك زي ما ودي في حد ذاتها يعني مشكله خطيره ومشكله كبيره واثارها الاقتصاديه كبيره جدا، يعني سيئه جدا. فاحنا بنتكلم الرقم الاجمالي المطلق لحجم الدين رقم كبير. الرقم بقى اللي كنسبته من الناتج زي ما حضرتك ذكرت، احنا بنتكلم في 2024 كان وصل الى حوالي 93% من الناتج. فده رقم كبير. بالاضافه طبعا وزاره الماليه بتستهدف خفض الدين الى ان يصل الى حوالي 80% في 2027. فده رقم برضو يعني اذا وصلنا للارقام دي ده كويس. طيب علشان نقدر نحدد نعمل مقارنات بسيطه بيننا وبين بعض الدول اللي ممكن تكون شبيهه لينا او في المنطقه، زي مثلا تركيا. تركيا حجم الدين فيها كام؟ لا يتجاوز 77%. الفوائد على الدين او خدمه الدين عندها كنسبه من اجمالي الايرادات حوالي 34%. فنسبه قليله. طب احنا نسبه الاجمالي الفوائد او الاقساط الى اجمالي الايرادات العامه بنتكلم في حوالي 73%. يعني احنا بنتكلم ان انت ايرادات الدوله ككل تقدر تغطي 73% من حجم الدين، وبالتالي متاح نقدر نصرف على باقي مؤسسات الدولة وإدارة الدولة أقل من نقول مثلا أقل من 25% من إيرادات الدولة. فده رقم كبير جدا. قليل اللي احنا نقدر نصرف على المخصصات اللي كل القطاعات صحة وتعليم أو طبعا المخصصات والالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على الصحة والتعليم والدعم والأجور وبنود الموازنة العامة للدولة الموجودة عندنا. فدي جزء. على سبيل المثال برضو مثال آخر للدول المغرب الإيرادات الدين عندها 34% من الناتج. بتقدر تنفق كام او خدمه الدين عندها كام؟ 15% فقط من الناتج. فبنتكلم احنا عندنا رقم كبير بالمقارنه، وبالتالي قدرتي يعني بيقلل قدرتي على اني يعني اقدر ان انا انوع المدخرات الاستثمارات بتاعتي وانوع الانفاق اللي ممكن يكون
مطلوب ان انا اقوم بيه. طيب يعني عشان الموضوع شائك أنا عارف من الجزء ده، هل في أمل إن إحنا نتخطى أو يبقى في حل نتخطى حجم الدين ونحاول نقلل حجم الدين في المراحل اللي جاية في السنين اللي جاية؟ هو ده السؤال اللي أعتقد إن الأجيال اللي جاية والمستمعين نفسهم يسمعوه. هل في خطة؟ هل في أي مدرسة أو تجارب لدول قللت حجم الدين في فترات قليلة؟ هل مصر عندها اللي هي تاخد التجارب دي عشان تقلل حجم الدين، عشان ما يبقاش في ضغط على المواطن البسيط؟ طبعا احنا بنتكلم العلم اذا لم يتحول الى فائده فعلا. للمجتمع وبالتالي ليس له لا قيمه. علاقة. وسؤال حضرتك هو محور الكلام دوت. العلم الاقتصاد المفروض الهدف بتاعه ان هو يخدم المجتمع. فيعني انا طبعا مبسوط من السؤال، وان احنا بنتكلم في حاجات تنفيذيه مش مجرد يجب ان يكون وعلى لا الدوله لا، ان تفعل. اجتهدنا من الموضوع فكره ده. الحاجات ديت خلاص، ما هي مم. الدوله ومتخذ القرار عارفين ان هو يجب ان يكون. ولكن انا كخبير او متخصص المفروض ان انا اقول للدوله او اقول لمتخذ القرار، اقول اطرح عليها لصانع القرار الحلول اللي ممكن تغير اعمل خطه تنفيذيه. مم. خطه تنفيذيه يبقى انا عندي هدف وليكن خفض الدين العام. اقول لي الاجراءات التنفيذيه المطلوب ان انا اعمل عليها او الخطوات اللي اشتغل انا اقدر عليها، اشتغل عليها عشان توصل. واقول لي كمان المدى الزمني للخطوات ديت او الاجراءات ديت، والجهات المسؤوله عن التنفيذ. هل الجهه ديت عندي القدره على اني يعني يعني اقدر الزمها كمتخذ قرار وكقياده للدوله، اقدر الزم المؤسسه دي؟ يعني على سبيل المثال كان احد التوصيات قراتها في بعض الابحاث ان بيقول ان احنا نفرض على الدول انها تقرضنا. طب وانا هفرض على الدول الاخرى ليه تقرضنا؟ لا او طبعا، ازاي يعني؟ ما عندناش فبيكون القدرة يعني مش منطقيه، وبالتالي لما نيجي نوصل التوصيه دي ما بتكونش ليها اي جدوى. فاحنا لو بنتكلم على خطه تنفيذيه قابله للتنفيذ، طبعا لازم نفرق بين مدى زمني للخطه. احنا بنتكلم على موضوع يعني هو فعلا ازمه وازمه حقيقيه، لان احنا نرجع في البدايه ان احنا قلنا عندنا نقص في المدخرات الموجوده. تمام. طيب علشان نعمل الحاجة دي يبقى لازم في البداية خالص نشوف ايه هي الإجراءات اللازمة لزيادة حجم المدخرات الموجودة عندنا. ودي طبعا لها خطة تفصيلية، يعني احنا ممكن يكون نقدر نقدمها ولكن مش مجال الحلقة، لأن دي محتاجة العمل على رفع الإنتاجية، العمل على الحد من معدلات الفقر، العمل على زيادة الاستثمار. زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، منتجية. وغيره من التوصيات أو الإجراءات اللي ممكن بتعمل على الجزئية المرتبطة بزيادة معدلات الادخار علشان تقدر تتواكب مع معدلات الاستثمار المستهدفة. وفي نفس الوقت إن احنا نشتغل على الاستثمار في القطاعات الأكثر إنتاجية والأكثر التي تتوفر فيها موارد محلية، بحيث أن تكون القيمة المضافة للموارد دي هي كبيرة، للمنتجات دي تكون عالية. يعني على سبيل المثال أنا متخصص أو بدأت أتخصص أو أنتج السيارات، إيه هي القيمة المضافة اللي للسيارات؟ هتضيفها هل هو مجرد تجميع؟ هل ولا هو تصنيع؟ بتقدر تصنع حاجة؟ هل بتساهم بنسبة قد قد ايه إيه في عملية في التصنيع؟ عملية التصنيع دي؟ دي تعتبر بصفة عامة أهم الحاجات. طبعا بنقدر نحدد يعني مثلا على سبيل المثال بنقدر نوصي وزارة المالية أنها تعمل على رفع الأجور الحقيقية للعاملين بيها، من خلال أنها تقدر تشوف معدلات التضخم قد إيه، فبتحاول تكون مقدار الزيادة في مع أجور معدل الأفراد تكون التضخم. على الأقل يساوي أو أعلى قليلا من معدلات التضخم، بحيث أنها تحافظ على الأجور الحقيقية دون الانخفاض، وغيره وهكذا من الإجراءات يعني التنفيذية اللي ممكن يتم العمل عليها، بس محتاجة تفاصيل أكتر. أعتقد إن وقت الحلقة مش مش هيكون هنلحق فيها، بيساعد. بس ممكن نطرح جزء منها زي اللي حضرتك الحلول اللي حضرتك طرحتها، مع ممكن نضيف جزء تاني هو فكرة عملية تبادل الديون ما بيننا وبين الدول المانحة أو الهيئات والمؤسسات، بدل فكرة إن أنا أرجع الفلوس دي بشكل أقساط ديون. لا، أنا ممكن أخليها استثمارات. حجم الديون دي زي ما حصلت في التسعينات أيام الرئيس السابق حسني مبارك، عملت عملية تبادل الديون بقى اتحولت لاستثمارات داخلية، بالتالي هتقلل الضغط على
الموازنه، وهتقلل حجم الدين، وهتقلل حجم الاقساط، وبالتالي هتبقى في مرونه شويه في عمليه الانفاق على الابواب الالزاميه زي الصحه والتعليم، وزياده حجم الاستثمار. اعتقد احنا في الفتره اللي جايه محتاجين زياده عمليه التصنيع والاستثمار في الاجزاء الانتاجيه عشان تعيد علينا بشكل كبير جدا بعمليه الاستثمار يزيد بمعنى صح في الفتره دي. طيب يا دكتور، هل مصر هو كانت تسمح لي في حته حابب ان انا اضيفها لكلام حضرتك. طبعا توصيات حضرتك فيما يتعلق بالدين العام الخارجي. تمام في الدين العام الخارجي يعني مساره وطرق علاجه مختلفة تماما عن مسار وعلاج الدين الداخلي. الداخلي فإذا يعني احنا في بداية الحلقة بنتكلم على أنواع الدين، في دين داخلي ودين خارجي. فلو بنتكلم على مشكلة الدين الخارجي ده مشكلة يعني عويصة زي ما حضرتك ذكرت، كمياته زي ما ارتفع حجم الدين دوت من حوالي، احنا كنا بنتكلم في 29 من 9 من 2010 10 لغايه ما وصل في 2004 167 او إلى 167 167 و 164 و7 من 10 مليار دولار، وبالتالي الرقم كبير جدا ورهيب جدا، وضغط على الموازنه وضغط طبعا على الموازنه وعلى ميزان المدفوعات وعلى حجم السيوله من الدولار، وضغط على العمله من النقد الاجنبي من، وبالتالي فكرة علاجه وفكرة مبادلة الديون وفكرة جدولة الديون وفكرة ان احنا نبادلها باستثمارات مباشرة، يعني دي كل واحدة فيهم ليها تحدي وليها مزايا. وبالتالي محتاجين ان احنا ندرس كل خيار موجود عندنا من الخيارات المتاحة، وبالتالي نقدر من خلاله نحدد اي الطرق انسب. اعتقد ان احنا محتاجين دراسه مطوله للعمليه دي. هل تبادل الديون، زياده اجل الدين لمده اطول عشان ما يضغطش على الموازنه وما يضغطش يكون في اقساط او في سنين فيها مطالبه باقساط ودفعات لحجم الدين هتبقى كبيره جدا، وهتاثر على المواطن بشكل كبير جدا، وتؤدي الى ارتفاع سعر الصرف. يعني اعتقد ان الحلول دي احنا طرحناها في الحلقه، وان شاء الله يعني نكون وصلنا الموضوع بشكل كبير وطرحنا فكره مختلفه. انت شايف ايه لبكره؟ هل في امل في تغير كتير في الدين؟ انا شايف في خطوات بتحصل في الفتره الاخيره اللي الدين ممكن يروح في اتجاه مختلف ويقل، هل ده ممكن؟ طيب خلينا نتكلم بطريقه موضوعيه بعيد عن الأحلام والأمنيات. خلينا نكون واقعيين، خلينا نكون صداميين شوية. صداميين، هو الاقتصاديين بصفة عامة واقعيين أكتر شوية. فخلينا نقول احنا بالنسبة لنا احنا عندنا تحدي، وتحدي كبير، وتحدي فعلا بيلتهم إيرادات الدولة سواء كان المحلية أو العامة اللي موجودة سواء للدين الداخلي. ده ما فيش شك فيه، ويمكن الصغير والكبير في مصر يعرف الكلام ده. وعلاج الامر دوت لو نيجي نقول السنه الجايه او السنه اللي بعدها احنا هننهي المشكله وهنعيش في احلام، يبقى اللي بيقول الكلام دوت هو ضرب من الخيال. طيب ايه اللي ممكن نعمله؟ احنا لازم نشتغل في مسؤوليه تكامليه ومسؤوليه مشتركه للجميع، للدوله بكل مؤسساتها، للقطاع الخاص بكل شركاته وكل هيئاته، للأفراد المواطنين. كل واحد لازم يقوم بدور وليه دور محدد يقدر يقوم بيه. لو قام بدوره دوت أعتقد إن خلال فترة مش طويلة هنقدر إن احنا نعالج المشكلة. طيب خلينا نجيبها من المواطن البسيط. المواطن البسيط نبدأ بيقول أنت كمواطن إيه المطلوب منك إن أنت تعمله علشان الأول تحمي نفسك من خطر كبير ممكن يكون بيهددك، وهو ان انت تقع من الشريحة او الطبقة المتوسطة وانك تقع تحت مستوى الفقر الموجود. ده يعني اوصي ان كل مواطن مصري يكون عنده خطة ادخارية وثقافة ادخارية، يعني تدخر جزء من دخلك وحسب ما تيسر لك، بس لا يقل بحال من الاحوال عن 15-20%. يعني تشوف انت دخلك قد ايه وتدخر 20% كمتوسط. ليه؟ لان دوت يقدر يحميك، يقدر يوفي الالتزامات اللي موجوده عليك كأسرة وغيره من الاشياء.
من ناحية الناحية التانية إن إحنا نتكلم على القطاع الخاص. القطاع الخاص ده في مصر محتاج مش حلقة، محتاج حلقات، لأن عنده مشكلة كبيرة، ويمكن اللي ساعد على المشكلة ديّة مناخ الاستثمار اللي موجود وطبيعة الاقتصاد المصري اللي فيها اختلالات أو فيها مجموعة من التشوهات اللي موجودة. القطاع دوّة هو قطاع للأسف بنتكلم على قطاع فيه جزء كبير جدًا غير رسمي. الاقتصاد في غير رسمي الاقتصاد غير رسمي والقطاع غير رسمي، وده طبعًا تحدياته ومشكلته زي ما ذكرنا إن هو ممكن محتاج سلاسل من الحلقات بالظبط. عشان نقدر إن إحنا نمسك القطاع الخاص بكل مسؤولياته وكل ما له وما عليه. نقدر نقول أنت دلوقتي القطاع الرسمي له نظام في التعامل معاه، القطاع غير الرسمي ليه طريقة في التعامل معاه. إجمالًا لو جينا نعمل القطاع الخاص كإجمالي، لأ يوصي بإن هو نوصيه إن هو يتوجه إلى القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التي تخدم المواطن والتي تخدم الدولة. وتقلل وأنا شايف إن حجم. في إصلاحات كبيرة وإصلاحات مفيدة جدًا للقطاع الخاص فيما يتعلق بيئة الأعمال ومناخ في الاستثمار. تغير كبير في بيئة الاستثمار فعلا في زي إن مصر. إحنا بنوفّر ما يُعرف بالرخصة الرخصة الذهبية. الذهبية الرخصة الذهبية دي يعني حاجة رغم إن هي فكرة موجودة وبدأت تُطبّق، إلا إن إحنا بنطمح إن هي يتم تعميمها ويتم انتشارها. فمجموعة من الإجراءات. الإجراءات إحنا بقت متوفّرة، وعلى القطاع الخاص إن هو يستفيد منها، لإن الدولة مادّة إيدها للقطاع الخاص وبتقول له تعالَ إحنا عاوزين نساعدك إن أنت تنتج وتستثمر، بس في قطاعات حقيقية، ما يكونش القطاعات قطاعات اللي هي غير مجرد إن هي تحقق ربحية ليه ما مع ضرر تأثرش على على الاقتصاد القومي. بالظبط. طيب فيما يتعلق بالدولة أو صانع القرار، طبعًا هي المسؤولية الأكبر عليه. ليه؟ لأن هو اللي يقدر يوجه يقدر يوصي ويقدر يحفز الأفراد أو الأفراد. القطاعات الأخرى. نوصي استمرار في تحسين بيئة الأعمال، زيادة الحوافز الضريبية الاستثمارية فيما والاستثمارية. يتعلق بالجزء الخاص نجذب المستثمرين سواء كان محلي ونشجعه ونخليه ينتج، أو المستثمر وندي الأجنبي. صورة كويسة للمستثمر الأجنبي. للمستثمر الأجنبي بحيث إن هو ييجي لي، فهيخفض العجز في زي ميزان المدفوعات مدفوعات. الموجودة عندي. بالظبط. النقطة التانية إن إحنا حتى وإن كان إن في دور مهم للدولة ممكن تقوم بيه، إلا إن مطلوب إن إحنا نفعّل وثيقة ملكية الدولة اللي تم يعني الإعلان عنها وبدأنا ناخد هي خطوات فكرة فيها. التخارج يعني لازم فكرة التخارج من من القطاع النشاط الاقتصادي. القطاع الحكومي طبعًا يعني بمعنى أصح، أو الدولة هي تخرج من القطاعات عشان ما تزاحمش القطاع الخاص. هو ده فكرة فكرة الوثيقة يعني. فكرة وثيقة ملكية الدولة في 2022، وباختصار خالص الدولة بدأت تفكر في إن في مساهمة بسيطة أو ضعيفة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. فإحنا مطلوب إن إحنا نشوف القطاع الخاص إيه اللي بيعاني منه. لقينا إن هو بيعاني من إن الدولة بتزاحمه، وفي درجات للمزاحمة موجودة، بدءًا من المزاحمة المالية في القطاع المصرفي والقروض والائتمان المقدم للدولة، انتهاءً بالمزاحمة المباشرة اللي هي بتخش الدولة بتنافس القطاع الخاص. فكل واحدة فيهم لها أثرها ولها درجات الخطورة بتاعتها، وكلها بتؤثر على القطاع الخاص وعلى بيئة الأعمال، وبالتالي ما بتكونش محفز. إحنا بنوصي الدولة تفعّلها، تزوّد محفزات تنفيذها. للمستثمرين آه، عشان تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار في مصر، إن كان الجذب ده عن طريق الإجراءات الضريبية أو التبسيطات الضريبية والحوافز الضريبية، الحوافز الاستثمارية بطرح الأراضي الخاصة بإنشاءات إنشاء المصانع والحاجات دي كلها. يكون في طرح للأراضي عشان المستثمرين يجوا. إن كان الإجراءات الروتينية اللي هي تتلاشى زي فكرة الرخصة الذهبية، هي كلها إجراءات ممكن تساهم بشكل كبير جدا في عملية الاستثمار وتوطين صناعات وتقليل حجم الاستيراد. بالتالي هيوفر كتير وهيقلل عجز الميزان التجاري. بالتالي هي خطوات أعتقد الحكومة بدأت تاخدها، وحضرتك قعدت يعني أشرت ليها بشكل أوضح اللي لازم ناخد خطوات فيها
عشان خاطر ننتقل من مجرد من ضغط الديون علينا لعمليه اللي احنا عندنا حجم الانتاج يزيد اكتر، نبتدي نقدر نسد احتياجاتنا واحنا ما فيش ضغوط على الموازنه العامه ولا ضغوط على المواطن بشكل عام. انا اتشرفت بحضرتك يا دكتور، وكانت حلقه ممتعه ومدتنا بمعلومات قيمه وبسطنا للمستمع بشكل كبير جدا كل ما يخص عن الدين، وحاولنا نوصل ليكم كل حاجه بما تخص من الدين. شكرا ليك يا دكتور فتحي، وانا سعدت بلقائك في اول حلقه من حلقات بودكاست فلوس الناس. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور احمد، وسعيد جدا بالمناقشه مع حضرتك، وبالتوفيق توفيق دايما يا رب لقناتك المميزه فلوس الناس، واسم مميز، وتحياتي وتقدير شكرا لحضرتك. لحضرتك، وبالتوفيق وتحياتي لكل الساده المشاهدين. انتظرونا في حلقه جديده من بودكاست فلوس الناس.